اولا مش هقعد اعد بقى الفيديوهات خلاص، بس اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده طال انتظاره من مين؟ انت لسه عامله 3 4 فيديوهات. كل الكومنتس والدي امز بيبعتوا لي يقولوا لي اتكلم في نفس الموضوع، موضوع شائك ونعاني منه جميعا بس بنسب مختلفه، الثقه بالنفس. شكرا على ثقتكم الغاليه اصلا ان انتوا شايفين ان انا اقدر اديكم دفعه للثقه بالنفس، ولكن انا I came a very long way. يعني انا تخطيت مراحل كتيره جدا علشان يبقى عندي ثقه بالنفس. هل انا عندي ثقه بالنفس طول الوقت؟ لا، ولكن انا كنت جايه من حته مش حلوه خالص، زيرو. كان عندي ثقه بالنفس قليله جدا، وانا دلوقتي الحمد لله ان انا بقى عندي ثقه بالنفس نقدر نقول 70% من الوقت، وده بالنسبه لي حاجه ممتازه. شوفوا كنا فين وبقينا فين. خليني اقول لكم بس شويه حاجات اكتشفتها عن الثقه بالنفس. اول حاجه، الثقه بالنفس مش حاجه احنا بنتولد بيها او ما بنتولدش بيها. لما بنتولد بيبي كيوت وزعبوط جميل لذيذ. الفكره مش في البيبي، الفكره البيبي ده نزل في انهي بيت شكله ايه. عندنا 3 بيوت. اول بيت وهو اللي بيدعم هذا البيبي بغض النظر عن انجازه، والبيت الثالث هو البيت اللي بينتقد هذا البيبي بغض النظر عن انجازه برضه. وفي بيت بالانسد في النص، بيت متوازن، رد فعله متوازن على هذا الطفل اللي هو عاده بيطلع متزن، ودي اقليه. فخلينا ندي مثال. طفل عنده 5 سنين رسم رسمه سرياليه شويه، فراح للام رقم 1 اللي هو بيقدمه دعم زياده، فرد فعل الام كان تحفه، دي احلى رسمه انا شفتها في حياتي، انت ازاي موهوب كده يا حماده، ازاي انت خطير كده. هو مش دافنشي، وحماده في الاخر هيطلع عينينا احنا، لانه هيبقى عنده ثقه بالنفس زياده قوي على ولا حاجه. يعني هو محتاج يشتغل شويه عشان يبقى عنده ثقه بالنفس، مش ان هو يبقى مفيش اي اصلا ده ما جاش فيبقى بس عنده ثقه بالنفس لانه انتوا قلتوا له ان هو خطير وبيتشقلب وبيمشي على الحيط وهو صغير. البيت الثالث، ايه ده يا حماده، هو انت ليه يا حبيبي راسم الشجره الورق بتاعها ازرق؟ لا، الشجره الورق بتاعها اخضر، ما ينفعش. ليه الشمس لونها بيربل؟ لا 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 لا، الشمس لونها اصفر. لا بص بقى، احنا ايه، هنرمي الرسمه دي ونرسم رسمه جديده خالص تبقى حلوه زيك كده. الطفل ده غالبا مش هيهوب ناحيه قلم وورقه تاني، ولو هوب ناحيتهم فهو اكيد مش هيوريها لطنط اعتماد. العيله اللي في النص هتشوف الرسمه هتقول له حلوه جدا، على فكره دي احلى من الرسمه اللي انت رسمتها امبارح، انا مبسوطه منك جدا، دي رسمه حلوه قوي. كل الحاجات اللي الام قالت حاجات حقيقيه، ولا افورت ولا ابخست من الابداع بتاع الطفل. عادي ما تسيبيه ياما يرسم اللي هو عايزه، ما هو برده مش دافنشي، ما تسيبيه يرسم اللي هو ده. دافنشي كان بيرسم اللي هو عايزه، وتيجي على البيبي ده وما يرسمش. فاذا كنتوا اتولدتوا في هذا البيت المتوازن اللي في النص، انتم من الصفوه وانتم من القله، وما تقولوش لحد عشان هتتحسدوا. فاسباب قله الثقه بالنفس عميقه جدا، وزي ما اتعودنا هنجيب بدل الغطس وننزل نجيب هذه الاسباب من الجذر ونقتلعها حتى نلقي بها في التهلكه. الثقه بالنفس مش موضوع هنتكلم عليه في 5 دقائق 10 دقائق ونقلبه وخلاص. الثقه بالنفس محتاج حاجات كتيره جدا ان احنا نتكلم فيها، فانا قررت ان انا هعمل سلسله عن الثقه بالنفس، والنهارده اول الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها عن الاسباب الرئيسيه وحلول بسيطه. يعني الحلول البسيطه دي على الحلول اللي في الفيديو الجاي على نبقى عندنا ثقه في النفس كبيره. فيلا نبدا الفيديو. كتير جدا من الناس اللي انا بحب اتفرج عليهم زي ميل روبن بيتكلموا على قد ايه الثقه بالنفس اذا كومبتنسي، كفاءه، يعني زي المهاره، ان احنا نبقى كفء في حاجه. وازاي هبقى كفء في حاجه؟ في ان انا هتمرن على الحاجه دي مره واثنين واحاول واغلط وافشل. زي بالظبط كده ما حد مثلا يبقى شاطر في حاجه معينه، انا شاطره مثلا في لعبه معينه، احسن واحده بلعب بصره، يبقى عندي ثقه بالنفس وانا بلعب بصره. الاجيال الجديده وانا بقول بصره هم مش فاهمين ده ايه. مونوبولي، اشطر واحده بتلعب مونوبولي، هبقى عندي ثقه بالنفس رهيبه، انا جامده جدا، بعرف احط ميك اب، يبقى عندي ثقه بالنفس ان انا بعرف احط ميك اب لان انا عارفه ان انا شاطره في ده. هل ده معناه ان انا عندي ثقه بالنفس في كل الحاجات اللي في حياتي؟ لا، مش شرط. هي مهاره. في كده خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان هي ممكن نطورها طالما هي مهاره، طالما هي حاجه انا اقدر اكتسبها، اقدر اشتغل لها، فاقدر اكتسبها سهله. الخبر الوحش ان احنا مش هناك، ان احنا لسه هنشتغل كتير قوي عشان نبني هذه المهاره. خلينا نكتشف سويا الاسباب. السبب رقم 1، العميل المزدوج. مين هو العميل المزدوج؟ تحفيز المخ السلبي. يعني ايه؟ يعني دماغنا مبرمجه ان هي تضخم اي تجربه سيئه 5 مرات اكتر من التجربه كويس. فبالتالي اي عقاب اتعاقبناه واحنا صغيرين، اي نقد، اي موقف صعب، تجربه صعبه مرينا بيها واحنا صغيرين، بيتضاعف اكتر 10 مرات من التجربه كويس. ان اهالينا يعني مش للدرجه دي اكيد، يعني مش اللي هو ده كده يتضربوا بالنار لو ما قالوش كلمه واحده عدله تبل الريق لطفل صغير. يعني اكيد قالوا لنا حاجات كويسه واكيد عملوا لنا حاجات كويسه. اي تجربه سيئه احنا مرينا بيها المخ بيكبرها 10 مرات اكتر. فبالتالي اي انجاز بنعمله لما
بنكبر بيحصل ايه؟ ما بنفكرش في الانجاز نفسه او اللي احنا عملناه، بنفكر في اللي احنا ما عملناه. برافو عليكي عملتي كذا، بس كان ناقصه كذا، كان المفروض اعمل كذا. دايما بننقص من حقنا، دايما ما نشوفش الانجاز، نشوف بس اللي ناقص. فالمشكله هنا مش بتبقى في بس احنا اتربينا ازاي، بس لان التربيه ده باست تنس، عدى خلص انتهى. المشكله ان دماغنا اتبرمجت تشوف الحاجات بطريقه معينه، ولذلك انا بسميه العميل المزدوج، لانه حضرتك دماغي انا المفروض تبقى بتشتغل لصالحي، انا انا مش ضدي. رقم 2 ديفيد شارل سمحون، الهويه المستعاره، بنسميها ديفيد شارل سمحون. دونالد وينكوف كان بيقول اغلبيه الناس بيخلقوا هويه مستعاره اللي هي ديفيد شارل سمحون لارضاء الاخرين، فانا بخفس بحقيقتي وبهويتي الارض وبختلق ديفيد شارل سمحون علشان هو ده اللي هيرضي اللي حواليا. لو انا بيتفرج عليا جيل صغير، فديفيد شارل سمحون ده هو رأفت الهجان، بس انتوا ممكن ما تبقوش عارفين مين رأفت الهجان بقى. ده جاسوس مصري وقصته خطيره. فان احنا بنخلق هويه مستعاره لارضاء الاخرين وبنخفس بهويتنا احنا الارض. المشكله ان بنعيش حياتنا شخصيه مش شخصيتنا اصلا، يعني بنفضل نفتعل الحاجات لدرجه ان احنا ما بنبقاش عارفين مين شخصيتنا اصلا، هو احنا شخصيتنا عامله ازاي. فطبيعي جدا ما يبقاش عندنا ثقه بالنفس، لانه انا مش عارفه انا مين اصلا. يعني هل انا بعمل ده لارضاء اللي حواليا، او انا بقول كده عشان ابقى مقبوله، ولا علشان انا فعلا رايي كده؟ توه بقى ما بين الهويه الحقيقيه وما بين الهويه المزيفه. رقم 3 سارقة البهجة، المقارنة. كل فيديو هنتكلم على المقارنة لأن هي فعلا بتسرق البهجة. الشخص ممكن يبقى فرحان وسعيد ومزقطط ونازل شايف إن شكله حلو وبتاع، ينزل يروح في حتة يقعد يقارن نفسه باللي حواليه، فجأة يحس إن هو أنا عايز أروح. ليه؟ لأن أنا فجأة حسيت إن كل الناس دي شكلهم احسن مني وانا شكلي مش عاجبني، قارنت نفسي بيهم. بغض النظر انا شكلي كويس، بس انا مش شايفه فيا كويس، لان انا دماغي متبرمجه ان انا اشوف الوحش بس. فانا شفت كل الحاجات الوحشه اللي انا عاملاها وشفت كل الحاجات الكويسه بس اللي هم عاملينها، فقارنتهم، فطلعوا هم احسن مني، حطيتهم في مكانه عاليه وانا مكانتي وطيت، فقيمتي نزلت. رقم 4 الذات المثاليه. كارل روجرز قال ان كل بني ادم عنده ان ايديال سيلف، ذات مثاليه، الصوره الكامله ليه. يعني انا المفروض ابقى عامله ازاي؟ ان احنا كل واحد فينا عنده صوره مثاليه حاططها قدامه لنفسه، اللي هو انا المفروض ابقى عامله كده. اكلمكم عن يومنا، وزني ما يزيدش عن ال 55 كيلو، ابقى بصحى الساعه 5 الصبح، بنزل العب رياضه، بعد كده برجع بقرا، بعد كده بحضر لنفسي فطار صحي، بروح الشغل، بعد كده ارجع من الشغل احضر الغدا بتاعي اللي هو غدا هيلثي طبعا، بعد كده اقعد اعمل حاجات مفيده، اعمل الروتين النايت روتين بتاعي وانام. بتتكلم مع الناس بطريقه معينه، عندها افكت معين على الناس بطريقه معينه. اللي انت بتقوليه ده حقيقي؟ حقيقي. دي الصوره المثاليه بتاعتي عن نفسي اللي انا المفروض ابقى عامله كده. طيب ايه اللي حاصل؟ لا طبعا ما بصحاش الساعه 5، لا طبعا وزني مش 55 كيلو وعمري ما وصلت للوزن ده، ونفسي اوصل للوزن ده لحد النهارده، وكنت بعمل شويه حاجات من الصوره البيكتشر بيرفكت دي. طب تفتكروا ساعتها كنت راضيه عن نفسي؟ برضو لا. ده بيعمل ايه؟ انا دلوقتي انا هنا الصوره المثاليه عن نفسي اهي، انا كل شويه اشوف ان المسافه ما بين انا دلوقتي وانا الصوره المثاليه دي بعيده قوي، بقعد اقول لنفسي مستحيل اوصل لده، صعب جدا اوصل لده. بصي انت شكلك عامل ازاي وهي المفروض تبقى عامله ازاي، بصي انت مش وهي المفروض عامله ازاي. كل شويه المسافه عماله تبعد. ده اكبر سر في عدم الثقه بالنفس. يعني تقولوا لي ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على الثقه بالنفس؟ ده مقارنه نفسي بصوره خياليه. طب الصوره الخياليه دي انا اللي عاملاها، انا اللي رسمها في خيالي، تبقى جايه من تجارب قبل كده، ان اتقال لي ان انا المفروض يبقى وزني وزن معين، ان شكلي شكل معين، في سن معين ابقى حققت كذا وحققت كذا. كل شويه الصوره دي عماله تبعد، وانا عماله احس بالفشل اكتر، لاني عماله احس ان انا ما قدرتش انفذ اللي يعني مش قادره اوصل للصوره دي، بالتالي الحلم عمال يبعد عني. ده بيديني احساس ان انا مش قادره اوصل للصوره دي، فانا اقل، فاكيد ما عنديش ثقه بنفسي، لان انا مش الصوره دي. اللي هنكتشفه بقى في الحلقات اللي بعد كده، انا حتى لو وصلت للصوره دي مش هيبقى كفايه. طب ايه يا جماعه كده مستقبلنا بيضيع ولا ايه؟ have no fear، يومنا is here. خلينا نتكلم بقى اكتر على الحلول، والحلول هتبقى بتحاكي الاسباب اللي احنا قلنا. رقم 1 خليك مارادونا لمخك. يعني ايه؟ يعني لاعب مخك، يجيلك كده تجيله كده، يجيلك كده تجيله كده، يرمي لي كوره كده يقول لي مثلا على عيب فيا، حاجه وحشه فيا، او موقف غلط انا عملته، بالورقه والقلم ونكتب يا ست الكل حاجات تثبت عكس اللي انت بتقوله. 99% من الوقت عقلنا بيلعب علينا جيم ان هو يقول لنا حاجات مش حقيقيه عن نفسنا. كسوله قوي، انت مش قادره تلعبي رياضه. لا انا مش كسوله، انا تعبانه. ليه انا مش كسوله؟ عشان انا بصحى الصبح بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل، فانا مش شخص كسول، مرهقه، فمش قادره اعمل رياضه. نص البشريه تقريبا عاملين زي قليله هم اللي بيقدروا ان هم يستمروا على موضوع الرياضه. فممكن انا ادور على رياضه تحفزني، ابدا ان انا اعملها، ابدا باهداف بسيطه، زي ان انا مثلا العب رياضه مره في الاسبوع، هوفي بوعودي لنفسي. لما يبقى الهدف
ينفع تحقيقه، ان احنا بنشتغل مده طويله وبنعمل مش عارف ايه وبتاع واكسبكتد ان احنا نعمل كذا ونعمل ده بيحصل، وفي ناس كتير بيعملوا ده وربنا يبارك لهم. ناخد نفسنا واحده واحده. بالتالي لما يجي بعد كده يقول لي لا انت اصلا ما بتلتزميش بحاجه مش عارف ايه، اقول له لا ازاي، انا ملتزمه بكذا وملتزمه بكذا، وارو بقى على الحاجات هي بتثبت النقط اللي هو بيقولها لنا دي غلط. رقم 2، خلي عن ديفيد شارل سامحه او كشف القناع. بمعنى ايه؟ هنرمي الهويه المزيفه واحده واحده، مش هنرميها على طول. بمعنى ايه؟ هنبدا نكتشف اصلا ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها وايه الحاجات اللي انا بعملها لمجرد ان انا ابقى مقبوله من اللي حواليا، ايه الحاجات اللي انا بقولها عشان انا مقتنعه بيها وايه الحاجات اللي انا بقولها علشان ارضي اللي حواليا ما ضايقهمش. واحده واحده هنبدا نكتشف ده، ان احنا يبقى عندنا ثقه بالنفس. شويه بشويه هنقدر نقول لا للحاجات اللي احنا مش مقتنعين بيها او مش حابين نعملها. هنكتشف اصلا مين هي الهويه الزائفه دي ومين نفسنا الحقيقي. رقم 3، ديتوكس المقارنه. انا مش هقول لكم بقى الكلام العبيط بتاع سيبوا التليفون اسبوع ومحدش يبص على تليفون، لان الكلام ده مش واقعي ومحدش فينا هيسيب التليفون اسبوع. ولكن اللي هقوله لكم كالتالي: شوفوا الناس اللي انتوا عاملين لهم متابعه والغوا متابعه اي حد مش شبهكم. تقولوليش ان الاشخاص دي بتحفزكم، لا هي مش بتحفزكم، هي بتحسسكم ان انتوا اقل منهم من غير ما هم يقصدوا. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. بس انا لما بشوف حد عامل كده اوتوماتيكلي ببقى اللي هو طب وانا ليه مش عامله كده؟ في غنى عن كل هذه الطرقات وكل هذه الاسئله الوجوديه. هندخل بعد ما هنقفل الفيديو ده، هندخل نشوف كل الناس اللي احنا عاملين لهم فولو وندور على الناس اللي شبهنا. بالنسبه لنا هم مش حلم بعيد، هم مش بيحسسونا احساس وحش عن نفسنا او عن جسمنا او عن طريقه تفكيرنا. اي حد مش عامل كده هعمل له انفولو، اي حد بيحسسني احساس مش كويس عن نفسي انا هعمل له انفولو. وهنتابع اي حد شبهنا، نتابع اي حد بيشجعنا وبيخلينا ما نحسش احساس وحش تجاهنا. واخيرا وليس اخيرا، تقريب الفجوه بين الذات المثاليه والذات الحقيقيه. ابدا ان انا اشوف ايه في الذات المثاليه اللي انا شايفه ان هو فعلا انا عايزه احققه، وايه من الذات المثاليه دي اللي انا اتقال لي وانا صغيره ان هو ده المفروض، وهل انا لسه مقتنعه ان هو ده المفروض ولا لا. في حاجات هرميها، في حاجات تانية هقول لا انا عايزه احقق ده. نبدا نعمل بلان بقى. انا من بكره هاكل بس كذا، هعمل بس كذا، هلعب رياضه كذا. مش هيحصل. خلينا نبقى واقعيين، مش هيحصل. ولو حصل هيحصل اسبوع بقى دماغنا هتيجي بقى ايه تطربق الدنيا عليك. انت قعدت بس تقول لي كذا وكذا وكذا وفي الاخر ما عملتش اي حاجه. مش هو ده اللي احنا عايزينه. اللي احنا عايزينه ان احنا نحط اهداف واقعيه، اهداف حقيقيه يسهل تحقيقها. وكل ما نحط لنفسنا اهداف بسيطه نقدر ان احنا نحققها ونحققها فعلا، ثقتنا بنفسنا بتزيد. لان الثقه بالنفس مهاره مش شطاره بس. اعرف اعمل حاجه معينه، لو انا عارفه ان انا شاطره في الحاجه دي فهيبقى عندي ثقه في الحاجه دي. فالثقه بالنفس ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش شرط ان انا ابقى مش واثقه من نفسي 100%، لا هيبقى في حاجات احنا واثقين من نفسنا فيها، بس في حاجات تانية احنا محتاجين ننمي هذه المهاره. فكل ما افي بوعودي لنفسي وكل ما ابدا اثق في نفسي اكتر، جايه من الثقه. لو وعدت حد بوعود كتير وما وفتش بولا وعد منهم هتثق فيه؟ لا. فازاي هتثق في نفسك لو انت عملت نفس الحاجه؟ لو انا لم اوفي بوعودي لنفسي ان انا مش هثق فيا. خلينا نشتغل على هذه المهاره عشان يبقى عندنا ثقه بالنفس تخلينا مرتاحين. ثقه بالنفس ما تخليناش نحس ان احنا اقل من اللي حوالينا. لما نقعد وسط ناس نحس ان احنا عندنا حاجه نضيفها، وجودنا مرغوب فيه، احنا محبوبين، يبقى عندنا ثقه بالنفس. واحده واحده هنبدا نكتشف نفسنا. فامشوا معايا خطوه خطوه واستنوني في الفيديوز اللي جايه هنتكلم فيها على الثقه بالنفس بشكل مفصل في سلسله الثقه بالنفس. نشتغل عليها. الطريق اللي جاي ده فيه صعوبات وتحديات كتيره، ولكن انتوا قدها. وفي خلال الرحله دي، عشان الرحله دي تبقى ممتعه بالنسبه لنا، لازم نمارس التعاطف الذاتي، وهو ان احنا نبقى حنينين مع نفسنا ونبقى طيبين مع نفسنا. حتى لو وقعنا ما نبقاش قاسيين على نفسنا، عشان الرحله دي تبقى ممتعه، وعلشان كمان انتوا تستحقوا الحب ده وانتوا تستحقوا الحنيه دي. ادوا لنفسكم الحب والحنيه اللي انتوا تستحقوها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، شير. يعني ليه تبخلوا بالمعلومه على اصدقائكم؟ شير في الخير. وشكرا لحسن مشاهدتكم، واستنوني في الفيديوز اللي جايه.